من أجمل المملحات اللي تقدري ترافقيها مع شربة ولا حريرة على طاولة الإفطار في شهر رمضان هذه طويجنة صالي بواحد الحشوة بزاف زكية وبنينة وعاجنة طرية وقطنية. شوفوا هنا عندي بصلة كبيرة ونصف صدر دجاج، زدت معاهم الزيت، الملح، توابل الدجاج، الفلفل الكحل بيان سور. نحط البصل تاعي والدجاج هذوما يتقلاو حتى يتكرملوا لي مليح، هما البنه تاع الدرسه هذه صافي نعطي له حقه ونعطي له وقته حتى يدبل هذاك البصل مليح. من جهه نروح نجيب هذيك الحبيبه تاع كورجيت وحبيبه تاع بطاطا نقليهم في الزيت كيما نقليو لي فخيته عاديه باش يجوني بنان نزيدوهم. هنا نروحو نوجدو لاصوص فخوماج اللي تكون هي الرئيسيه في هذا الطويجنه تاعنا. عندي مغرفه تاع زبده، مغرفه تاع فرينه وقطعه تاع جبن، وعندي هنا توابل الجبن. زدت معاهم شويه ملح، حضروا في توابل الجبن على خاطر ملحين، وزدت معاهم نص كاس تاع لاكريم فريش. نخلط مليح بارد في بارد ونروح نحطها على النار تعقد. لازم تكون خفيفه باش عندي لي فخيت هذيك تشرب شويه للدرسه. شوفوا كيفاش كان القوام تاعها. هذاك البصل تاعي والدجاج قطعت هذاك الدجاج. شوفوا هنايا خلط كل المكونات اللي قليتهم، البطاطا والقرعه وهذاك البصل والدجاج، ونروح نلمهم بهذا كريمه الجبن تاعي. البنات شحال تجيب بنينه هذه الحشوه، تصلح حتى ديريها في البورك. نخلط مليح مليح كل المكونات، نزيد هذيك لاكريم كامل اللي بقات لي نزيدها باش الطويجنه تاعي نديرها زكيه معمره ماشي فارغه. نروحو دوكا نحضروا العجينه تاعنا. نجيب كاس تاع الحليب ومغرفه تاع خل تكون كبيره، من الاحسن هذاك الحليب يكون دافي، ونخلط هكايا مليح. نزيد معاهم مغرفه كبيره تاع خميره ونص مغرفه تاع سكر. نخلطهم مليح ونخلي هذا الخليط يتفاعل مده 10 دقائق هكا، ونعاود نرجع عليه. نأكد هذوك الحبيبات تاع الخميره ندوبهم مليح. نزيد عليه نص كاس تاع زيت والملح بيان سور، ونخلط مليح مليح هاد المكونات باش الزيت يتجانس لي مليح مع هذاك الحليب والخميره. هنا نبدا نضيف الفرينه، نضيف 2 كيسان نخلطهم مليح، ونروح نجيب الكاس الثالث نبدا نضيفوه غير بشويه. شوفوا خياتي العجينه اللي تقليها والعجينه تاع الفور ماشي كيف العجينه تاع القليه تجي شاده روحها نورمال، مي حاجه تاع الفور لازم تكون شويه فيها نسبه من الطراوه. هنا راكم تشوفوا بلي استعملت 2 كيسان ونص تاع الفرينه، فوق النص بشويه خليت، وزدت معاهم معلقه صغيره تاع زبده، ونعجن مليح حتى تدخل هذيك الزبده، ونخلي العجينه تاعي تخمر نص ساعه 45 دقيقه حسب جو المطبخ تاعك ولا الغرفه اللي تكون فيها. نروح نديغازي كامل لاباط تاعي هكا ونقطعها قطع صغيره. شوفوا هاد الكميه تاع كاس حليب حتخرج لك 6 طويجنات، يعني تحبي تدوبلي تحبي تنقصي حسب افراد العائله تاعك. دوكا نسقمها هكا نساويها كيما راكم تشوفوا. بعد ما قطعتها كيما راكم تشوفوا نروح نحكم 2 قطع منهم ونحطها بجهه. هذيك الزوج عجينات راح نخدم بهم لا ديكوراسيون من الفوق، هذيك اللي تبان لي هي الغطيوه تاع الطويجنه تاعي. نشكلها كيما راكم تشوفوا ونبدا نخدم. هنا كي تبداو تحلوا نصيحه ما تحليهاش رقيقه بزاف، كنت تحليها رقيقه بزاف هذاك الفرماج راح يترتق العجينه. شفتوا الفرماج يغلي داخل، يغلي في الحاجه سخونه، يغلي بقبق كيما نقولوا. هاي طويجنه وطيب تانيك حيترتق لك العجينه وين رقيقه راح تقطع لك، يعني تخرج لك ماشي شابه. نفتحها سمك اقل من نصف سنتيم بشويه برك. وكيما راكم تشوفوا نجيب بول باش يعاونني ولا طبيسي هكا يكون غامق، نحط الفرماج ونزيد نحط الحشو تاعي. هنايا قد ما حطيتي الحشو تاعك راكي رايحه تتحكمي في الحجم تاع الطويجنه تاعك، حديريها كبيره ولا صغيره ولا تقدري ديريهم غير ديميني هكا. المهم الشكل تاعهم يبان بريزونطابل وشابين. شفتوا كيفاش خدمت هنا كي الكموسه، ومن بعد نحيت لها هذاك الزايد باش ما تجينيش من تحت معمر عجين. ناكل الحشوه وعجينه متوازنه في كل الحبه، ماشي زعما غير من تحت فيها قوجه قبه هكاك. كما راكم تشوفوا نعاود نحل الثانيه. وخياتي ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه وتجربوها في هذا رمضان ان شاء الله، وتخلوا لي تعليقاتكم. اذا كنتي جديده معنا في القناه نتمنى انك تخلي لي تعليق واشتراك وتبارطاجي الوصفه هذه مع العائله تاعك ومع الاصدقاء. هنا شوفوا الفرماج اللي عندك استعملي. انا استعملت هنا نابولي، انا يعجبني يجيني بنين بالبزاف. وحبيتي تستعملي شيدار، حبيتي تستعملي موتزاريلا تعطيك هذيك المطه هكايا شابه،
لك الاختيار. شوفوا كيفاش لميتها كي الكموسه ونحيت هذاك الزايد باش ما تبقاليش معجنه من تحت، وندور هكا غير بيدي نعاود نلمها باش تشبه لي الطويجنه. هكا نكمل كامل طويجنات التوعي. ومن الاحسن ومن الافضل نخليهم يخمروا شويه، زعما نعطي لها واحد 10 دقائق ربع ساعه قبل ما ندخلهم يطيبوا. درجه حراره الفرن تكون درجه حراره متوسطه بين 160 170. ما تشعلي لهمش بزاف يعودوا ينحرقوا لك. هنا عندنا غير العجينه تاعنا اللي طيب باش طيب لنا دوغي شابه. شعلي لهم من التحت ومن الفوق في نفس الوقت. الفور تاعها ما يشعلش من التحت ومن الفوق، تشعل من التحت كي تشوفها خلاص ولات صفرة تخليهاش حتى لوين طيب كامل تولي حمراء، على خاطر الفور حتى كي تطفي له من التحت وتشعلي من الفوق مازالوا يطيب من التحت. تولي صفيفره هكا من تحت تروحي تشعلي لها من الفوق. هنايا واش ندير؟ نروح نجيب هذيك العجينه اللي قلت لك كنا خليناها بجيه، نخدمها هكا حرابش طوال زوج واحد قدام واحد. العجينه كي تكون ارتاحت راح تمشي لك وتعطي لك الطعم. كي تكون عجنتيها بيدك بزاف راكو تعرفوا الفارينه كيفاش تولي الاستيكي. نولي ندير زوج حرابش هذا قدام هذا وندورهم في بعضهم. دوك تشوفوا معايا كيفاش ندوروهم يعطوا لي شكل بزاف شباب ويبانوا طويجنا. هادوما شوفوا قد ما قدرتي ترقيها رقيها خير وخير، على خاطر هاد العجينه هي ديجا فيها الخميره راح تخمر وتعطيك هذاك الغطاء من فوق بزاف خشين. قد ما قدرتي ترقي هاد الشغل ضفيره هذا حربوش يجيك خير وخير. شوفوا نروح نجيب دوكا السنيوه تاعي وين نحطها من الفوق في الراس هكايا باش تبان لي على اساس انها الغطاء تاع الطويجنه تاعنا. شوفوا كيفاش بهذه الطريقه سهله وحاجه مختلفه تبدلي بها، ولا ما فتحطي لي سوفلي ولا هاي لك بعجينه تاع سوفلي تخدمي حاجه مختلفه تبين لك الطبله تاعك شابه، حاجه جديده يفرحوا بها. ودائما نقولوا العين تاكل قبل من الفم. نشبحوا طبلتنا باللي عندنا في الدار بمقدورنا، ما نديروش تكاليف كبار وحنا فرحنا ولادنا والعائله كامل. شوفوا وحده حطيتها فوقها وحده وريت لك تقدري تخدميها هكا برك فوق البوطاجي تاعك وتشكلي دويره هكذا سرسو ونحطوه من الفوق. من جهه واش ندير؟ نروح نجيب حبه بيض نزيد لها شويه حليب ونمسحهم كامل باش تعطي لي لا دوغور. انا نفضل الا عندك لا كريم فريش مع الحليب مع البيض زيدي مغرفه تاع لا كريم فريش تعطي واحد اللون بزاف شباب بزاف شباب بزاف شباب. شوفوا نطيبوهم انا قلت لكم درجه الحراره. كي يخرجوا لازم تغطيهم بحاجه تاع بلاستيك باش يبقاو لك رطبين هكذا. هذيك النقطه اللي حطيتها بينت لك باللي نديروها غطيوه. هنا شوفوا وحده كنت حليتها شويه زياده، شوفوا كيفاش يعني نوريكم الاخطاء باش ما تغلطوش فيهم. لي رقاق يترتقوا لك. هنا شوفوا جبت اعواد تاع المعدنوس وديكوريتهم هكا، وكانوا عندي حبيبات تاع فلفل صغار. شوفوا كيفاش جبتهم وديكوريت بهم عطاو لي لون بزاف شباب بزاف عجبوني انايا. ان شاء الله تكون عجبتكم وخلي لي رايك في التعليق اذا كان عجباتك. هنا جبت اغصان تاع المعدنوس طوال ونتقبل العجينه تاعي هكا غير بالعقل ونديكوري. هذا التزيين حاجه بسيطه تقدري تحطيهم مع شلاضه مع لي فريت يعني حاجه بزاف شابه. انا شخصيا عجبتني وان شاء الله تكون عجباتك انتي تانيك وتفرحي بها وليداتك. تحطي لهم كل واحد هكا يعني ما شاء الله. والحشوه واش كان عندك لداخل ديري، لو كان ديري الطرشي وشويه بصل تقدري تانيك تدخلي لها الطون، ولا ما ديريش هادوما كامل يعني على حسب الموجود كيما نقولوا الجود من الموجود. نفتحوا طويجنا تاعنا يعني سهله. تبعي على حسب هذيك اللي درناها على شكل غطيوه. وهذه هي النتيجه تاعنا. ان شاء الله تكون عجبتكم ورضيتوا بها. ادخلوا لي رايكم في التعليقات. الى وصفات قادمه خاصه بشهر رمضان ان شاء الله من تحليات ومملحات واطباق رئيسيه. اذا كنت حابه اي وصفه خلي لي رايك في التعليق، راح ندير لك الوصفه اللي عجباتك ونشاركها معكم ان شاء الله.